صباح الخير ومساء يا جدعان، فيديو جديد من كتاب أليكس فيركسون. روي كين كان لاعب مليان شجاعة وطاقة، وكان عنده موهبة واستراتيجية عظيمة في قراية اللعب والماتش. كان واحد من أكتر اللعيبة تأثير في أوضة اللبس في الوقت اللي اشتغلنا مع بعض فيه. روي شال عني فكرة إن كل شوية أتأكد من وجود الحافز العالي في أوضة اللبس. ما أعتقدش إن في مدرب ممكن يرفض المساعدة دي من أي لاعب في فرقته. لكن لما مشي كين من اليونايتد في نوفمبر 2005 تحديدا، كانت علاقتنا وقتها انهارت. في الحقيقة عندي آراء قوية عن الحاجات اللي حصلت وخلته يروح سيلتك، لكن في الأول قبل ما نتكلم عنها لازم أبين ليه كين كان قوة عظيمة لنادينا. كين لو حس للحظة إنك مش بتعمل كل اللي بتقدر عليه كان هيجي يكسر وشك على طول. كتير من اللعيبة كانوا بيقابلوا غضبه ده بعد ما يتكسلوا، ووقتها صدقني مش هيبقى عندك مكان تستخبى فيه. عمري ما حسيت إن دي حاجة سيئة في شخصيته. في طول وقتي مع مانشستر وجود الشخصيات القوية دي ساعدت في تكوين تصرفات وأفعال الفريق. براين روبسون، ستيف بروس، إريك كانتونا، دي اللعيبة اللي ممكن نقول عليهم قدروا يفرضوا شخصية المدرب والنادي. في أيامي كلاعب المدربين كان نادرا لما يستجوبوا أي لعيبة في وقت العصبية بعد الماتش على طول. أول الاتهامات كانت دايما بتيجي من اللعيبة وبعضها، وفي العادي ده كان بيحصل في أوضة اللبس وتبدأ الخناقات بقى. كلاعب فأنا كنت دايما بتهم الحراس والمدافعين لأنهم سابوا الفريق التاني يسجل، وكنت ببقى عارف كويس إن لو ضيعت فرصة هلاقي نفس الاتهامات دي عليا. وهي دي كانت المخاطرة في إنك تكون صريح. مع كين بقى كان في كتير قوي من اللحظات اللي مليانة بالخلافات والدراما دي. كان بيحاول دايما يفرض شخصيته على الفريق. مرة دخلت أوضة اللبس كان روي كين وفان نيستلروي بيتخانقوا، واضطروا باقي اللعيبة إنهم يبعدوهم بالقوة. على الأقل فان نيستلروي كان شجاع كفاية إنه يواجه كين، لأن معظم الفريق ما كانش بيقدر يعمل كده. روي كان شخص مرعب ومتوحش، أسلوبه لما بيتعصب هو إنه هيضربك. أعتقد وهيتفق معايا كيروش في النقطة دي إن أسلوب روي كين اتغير لما فهم إنه ما بقاش زي الأول بعد ما خسر جزء كبير من قوته بسبب الإصابة والسن. حاولنا إننا نغير دوره في الملعب لمصلحته ومصلحتنا كمان. كين كان دايما بيفضي نفسه ودايما كان اوبشن باس كويس جدا، دي كانت ميزة عظيمة فيه. هنا في اليونايتد لو لاعب مننا خد الكورة كلنا بنتحرك معاه في الهجمة وبنساعده علشان يتقدم، لكن كين ما بقاش قادر يعمل كل الأدوار دي زي الأول. أعتقد إنه كان شايف ده لكنه ما كانش قادر يصدقه أو يستسلم للحقيقة دي، لأنه لو صدقها ده هيكون مؤلم ليه ولغروره. في الموسم اللي قبل الخلاف بدأت علامات التعب والضعف تظهر عليه. لما كان بيرجع علشان يغطي بدوره الدفاعي ما كانش اللاعب نفسه، وازاي اصلا هتكون اللاعب نفسه بعد عمليات الرجل والركبة والمواجهات والخناقات المتوحشة لوقت طويل. الطاقة اللي كان بيظهرها روي في ماتشاته كانت جدا مميزة، لكن لما بتدخل على التلاتينات بيبقى صعب عليك انك تفهم اخطائك. مش هتقدر تغير طبيعتك اللي وصلتك لكل النجاحات دي. الموضوع بقى واضح بالنسبة لنا خلاص، ما بقيناش بنتعامل مع نفس الروي كين، سيبناه في نفس المركز في النص. لكن انا شخصيا اعتقد ان روي ومن جواه هو عارف انه ما بقاش نفس الشخص وما بقاش قادر يقوم بنفس الدور زي زمان، لكن كبرياءه ما خلهوش قادر يستغنى عن دوره القديم ده. ودي كانت بداية المواجهات معايا انا وكين اللي خلصت في الاخر انه يسيب النادي ويروح لسيلتك. كان فاكر نفسه بيتر بان، مفيش حد كده. راين جيجز أقرب لاعب لشخصية بيتر بان الخيالية اللي مش بتكبر في السن، لكن راين معاناش من إصابات خطيرة خالص. روي عانى من كتير، مشكلته في الفخذ هي اللي تسببت في نزول مستواه البدني بالشكل ده. أول ما فك الضرب في علاقتنا كان في الجولة التحضيرية قبل بداية موسم 2005-2006، وقت ما كنا مسافرين لمقر التدريبات في البرتغال. كارلوس كيروش راح علشان يجهز المكان، كانت فكرته أصلا. ودانا لواحد من أجمل أماكن التدريب، فالي دي لوبو. كان مكان جميل الصراحة، ملاعب تدريب، صالات رياضة، بيوت صغيرة، أجواء ممتازة للعيبة. وصلت هناك بعد ما خلصت أجازة الصيف في فرنسا، لكن الأخبار السيئة كانت مستنياني كمان. كيروش كان مواجه كابوس مع كين. سألت عن المشكلة، كارلوس شرح إن روي شايف إن البيوت في المكان ده أقل من المستوى المطلوب، وما كانش عايز يقعد هناك. على كلام كارلوس،
رفض روي البيت الأول لأن في أوضة منه مفيهاش تكييف. المشكلة شبهها ظهرت في البيت التاني. البيت التالت اللي شفته بنفسي كان تحفة، لكن روي ما أخدوش، كان عايز يقعد في قرية جنبنا اسمها كوينتا دي لوجو مع عيلته. أول ليلة عملنا حفلة شوي في الفندق وكانت ليلة جميلة. جالي روي في آخر اليوم وقال لي إنه عايز يكلمني. يا الله يا روي، مش وقته، نتكلم بكرة يا عم. ده كان ردي، وبكرة بعد التدريب فعلا أخدته على جنب وبدأنا نتكلم. في إيه يا روي؟ أنا شايف إن البيوت كويسة. كين اتجنن وبدأ يقول لي قايمة كبيرة من الشكاوي، منها مشكلة التكييف، وبعدها بدأ يشتكي من كارلوس وليه بنعمل الجولة التحضيرية هنا. كل ده كان نقد سبب توتر في علاقتنا. كين كان منعزل في الجولة دي، وفي رأيي خاب ظني فيه الصراحة. كيروش عمل كل اللي يقدر عليه علشان الرحلة تبقى جميلة على الكل. لما خلصنا رحلتنا فكرت أجيب روي للمكتب علشان يعتذر لكيروش، لكنه ما كانش بيقتنع أبدا بده. مرة في نقاشاتنا اللي بتقلب بخناقة في الآخر، روي قال لي انت اتغيرت. رديت عليه اكيد اتغيرت، النهاردة مش زي امبارح، احنا في عالم مختلف تماما دلوقتي، عندنا 20 لاعب من دولة مختلفة هنا. بتقول اني اتغيرت؟ والله اتمنى اكون اتغيرت، لان لو ما كنتش اتغيرت ما كنتش هكمل. رجع وقام قايل لي لا انت مش نفس الراجل. قلبت بخناقة كبيرة. قلت له خلاص انت كده بدأت تعدي حدودك، انت الكابتن هنا لكنك ما بينتش اي مسؤولية قدام اللعيبة التانية. ما طلبناش منك انك تعيش في كهف، دي كانت بيوت جميلة. وبعدها جت الحلقة على قناة MUTV، قناة مانشستر يونايتد، لما انتقد روي شوية من اللعيبة الصغيرين علشان فشلوا في انهم يعملوا دورهم صح من وجهة نظره يعني. وبعد كل ده كين برضو مش عايز يسكت، لا ده طلع وقعد ينقد باقي اللعيبة بقى بعد ماتش يوم السبت. الساعة 4 تقريبا جات لي مكالمة في البيت، افتح التلفزيون لازم تشوف ايه اللي بيحصل. لقيت كين في مقابلة صحفية قال على ريتشاردسون مدافع كسول، وقعد ينقد فيه وفي باقي الفرقة، وقام مخبط في ريو فرديناند وقال مش علشان بتاخد 120 ألف في الأسبوع ولعبت 20 دقيقة كويسين قصاد توتنهام تفتكر نفسك نجم كبير. ديفيد جيل كلم اللي شغالين على البرنامج وقال لهم وقفوا التصوير دلوقتي حالا. التصوير وقف فعلا، وما كانوش عارفين يعملوا ايه بالشريط اللي اتصور. تاني يوم الشريط ده جالي المكتب. بعد ما شفته قلت يا الله ده لوش في الكل. ما كانش فيه ماتشات في الاسبوع ده، وكنت مخطط اني هروح دبي علشان ابص على مدارسنا هناك. كلمني جاري نيفل وقال لي لازم الغي اي خطط واجيلهم في مقر التدريب. توقعت اني هروح الاقي كين قاعد ومتأسف على اللي عمله. كين كان عنده تأثير كبير على اوضة اللبس، فاستخدمه علشان يبوظ الامور اكتر. قلت لهم اسمعوا، كارلوس كيروش مدرب كبير، ايوه هو ممكن يعيد التدريب اكتر من مرة، لكن هو ده اللي بيعمل اللعيبة الكويسة اصلا. بعدها بشوية في نفس اليوم جالي كين وبدأ يتكلم عن المقابلة. قلت له اللي عملته ده عبث ومخيب جدا، انك تطلع وتنتقد زمالك بالشكل ده وكمان تقبل انه يتنشر. كين اقترح اننا نوري الفيديو للعيبة وهم يقرروا. وافقت على ده وجبنا الفريق كله علشان يشوف. ديفيد جيل كان موجود في المقر لكنه رفض انه يجي يشوف الفيديو. اعتقد هو فضل اني اتعامل انا مع الموقف لوحدي احسن. لكن كارلوس وكل باقي طاقم التدريب كان موجود وشافوا الفيديو. سأل روي اللعيبة لو عندهم اي حاجة يقولوها بعد اللي سمعوه. ادوين رد عليه قال له انت ما عندكش الحق انك تنتقد زمالك بالشكل ده. قام هاجم فاندر سار وقام رادد على فانيستر روي، وقام سايب لنا بقى الكبيرة كلها، وقام قايل لي انت السبب لانك انت اللي دخلت حياتك الشخصية في النادي بعد مشاكلك في سباقات الحصنة. وقتها بدأت اللعيبة تنسحب من الأوضة. أقوى جزء في كين لسانه، عنده من أقوى الألسنة الوحشية في العالم، يقدر يهز أكتر الناس ثقة في نفسهم في العالم في ثواني بكلامه بس. شدنا مع بعض طبعا والموضوع كبر. وبعدها كين خرج. جالي كارلوس وقال لي لازم يمشي، لازم تتخلص منه. قلت له ده أكيد. ما كنتش هبقى في مانشستر الأسبوع اللي جاي، لكني كلمت ديفيد جيل وقلت له لازم نمشي روي كين. ديفيد كان متفق معايا، لكن قال لي لازم نتكلم مع الجليزرز الأول اللي أيدوا كلامنا بعدين. اتفقت مع ديفيد إن النادي هيدفع اللي باقي من عقده وهيكرمه في ماتش تكريمي ليه. أعتقد إن مفيش حد يقدر يقول إننا ظلمنا روي. لما رجعت من دبي ديفيد ظبط ميعاد مع الجليزرز وكين ووكيل أعماله علشان نتجمع كلنا يوم الجمعة. قلنا لكين ووكيله على قرارنا ووضحنا له التفاصيل. روي قال للإعلام بعد كده إنه خاب ظنه لأنه ما أنهاش مسيرته في مانشستر يونايتد بنفسه،
لكن ايا كان انا كده تمام اتخلصت منه، والصراحة ما كنتش عايز ادخل معاه في اي جدالات تاني او ان اتورط معاه في اي حاجة. خرجت الملعب التدريب وقلت للعيبة، ولاحظت الصدمة اللي كانت على وشهم. كنت بحس دايما ان افضل لحظاتي كمدرب ان لما باخد القرار بسرعة، لكنه بيبقى بناء على حقائق ما فيهاش نقاش. حل الازمة دي كان واضح جدا بالنسبة لي، ولو كنت تجاهلته وما خدتش القرار ده كان هيدي كين قوة اكبر بكتير في اوضة اللبس، وثقته كانت هتزيد في انه هو اللي صح، وكان هيديله وقت اكبر علشان يبدأ يقنع الناس ان تصرفاته هي اللي صح. كان في مواقف كتير قوي لكين ومن اول ايامه في مانشستر. اول حاجة جت في بالي دلوقتي هو موضوعه في كاس العالم 2002 لما مشي كين وساب المنتخب بعد ما اتخانق مع مدرب ايرلندا ميك ماكارسي. اخويا مارتن اخدني معاه لرحلة لمدة اسبوع علشان عيد ميلادي ال60، وفي يوم وسط الاسبوع ده ما خدتش تليفوني معايا واحنا نازلين نتعشى، لكن مارتن اخد تليفونه. اتصل وكيل اعمال روي وقال انه حاول يتصل بيا. مايكل قال لي ان حصل حوار كبير قوي في معسكر منتخب ايرلندا ولازم تتكلم مع روي، انت الشخص الوحيد اللي بيسمع له. مايكل حكالي اللي حصل بين روي ومكارسي، لكن الرقم اللي اداهولي علشان اكلم بيه روي ما كانش بيجمع، فقلت له خلي كين يتصل بيا. شوية وسمعت كين على الخط، قلت له يا الله يا روي، ايه اللي كنت بتفكر فيه قبل ما تهبب اللي عملته؟ كين كان متعصب، لكني قلت له اهدى واسمعني بقى، دلوقتي انت مش هتقدر تودي ولادك المدرسة الصبح وكل اللي حصل ده معاهم، لانك عارف ان الكل هيضايقهم، فتهدى وفكر في عيلتك شوية. اعتقد هو كان عارف اني صح. قلت له روح واتكلم مع مكارسي وصلح الموضوع. لكن لما راح كين علشان يكلم مكارسي كان شرح الموضوع كله للصحافة، ووقتها ما كانش فيه امل لكين انه يرجع تاني للمنتخب. دافعت عن روي لانه كان لاعب لمانشستر يونايتد. انك تروح مقر تدريب تحت المستوى ومن غير طقم تدريب سبب مقنع علشان تغضب، وكقائد للفريق كان عنده كامل الحق في الشكوى. لكن السؤال المهم في الحياة هو لحد امتى هتفضل تشتكي وتتشرط؟ حتى لو الوضع كان سيء في كوريا كان لازم روي يمسك نفسه وغضبه، لكن كين كان شخص بيحب يأفور ويكبر الأمور. كنت دايما بحمي لاعيبة فريقي وروي ما كانش استثناء من ده. كانت هي دي وظيفتي، علشان كده مش هقدر اعتذر عن اي مرة من المرات الكتير قوي اللي وقفت فيها جنبهم، حتى لو كان في اسباب جدا قوية لاني اسيبهم لوحدهم. اوقات كتير قوي كانت بتيجي كاسي وتقولي يا الله انت كنت بتفكر في ايه بس، لكن عمري ما قدرت اكون ضد لاعب في فريقي. كان لازم الاقي لهم حلول مش انتقدهم قدام العالم. اوقات كنت بضطر اعاقبهم واغرمهم طبعا، لكن ده عمره ما كان بيخرج بره اوضه اللبس ابدا. كنت هحس اني خنت قاعده ثابته قوي في وقتي كمدرب، وهي حمايتهم من الانتقادات واحكام الناس اللي بره النادي. في الكره الحديثه دلوقتي اعتقد ان ممكن الشهره تعدي سلطه المدرب. في ايامي انت مش هتقدر تقول اي كلمه عن مدربك لانك هتبقى خايف لا يقتلك او حاجه، لكن في اخر كام موسم ليا كنت دايما بسمع عن لعيبة اللي كانوا بدأوا يستخدموا شهرتهم دي ضد المدربين بتوعهم، وتلاقي الناس والنادي بيدعموا اللعيبة دي كمان. اللاعب هيتكلم ويشتكي دايما عن انه متضايق من اي حاجة والمدرب ما يقدرش يعمل اي حاجة. اعتقد ان روي فهم انه وصل لنهاية مشواره الكروي وبدأ يفكر بانه مدرب. كان بيفترض انه عنده مسؤولية تدريبية، واكيد انك تروح لقناة مانشستر علشان تهزق وتنتقد زمايلك مش مسؤولية مدرب. لما وقفنا بس الشريط ده انقذنا كين من انه يخسر احترام الكل ليه، لكن لما اجتماعنا وصل للمرحلة السامة دي هنا كانت النهاية معانا وش. الشيء الوحيد اللي مش هسمح بيه ابدا هو اني اخسر سلطتي وقوتي، لان دي الحاجة اللي كانت بتنقذني زي ما حصل مع ديفيد بيكهام. لازم تعرف ان لو اي لاعب حاول يدير ويسيطر على اي نادي فالنادي ده هينهار وش. اعتقد ان اللعيبة بتفضل المدربين الصارمين او اللي بيعرفوا يبقوا صارمين، وبعدها بيبدأ يفكر ويجي في باله كذا سؤال. اولهم هل هيقدر المدرب ده انه يخلينا ابطال؟ وهل هيقدر يخليني لاعب افضل؟ هيبقى مخلص لينا؟ دي تساؤلات مهمة بتيجي في بال اي لاعب. لو اجابة الاسئلة الثلاثة دول هي ايوه يبقى هيتحملوا الضغط والعصبية، وانا كنت عصبي فشخ في معظم الماتشات.
لكني ما كنتش فخور بده. اوقات كنت بروح وانا بفكر في حاجة واحدة، وهي ان اللعيبة بكرة ممكن يزعلوا ويبدأوا ياخدوا جنب مني ويبدأوا يخططوا ضدي بقى. لكن في اليوم اللي بعده كانوا بيبقوا خايفين مني اكتر من خوفي منهم، اعتقد لانهم شافوني مرة بفقد اعصابي ومش عايزين الموضوع ده يتكرر تاني. روي شاب ذكي، كنت دايما بشوفه بيقرأ كتب مثيرة للاهتمام. هو متحدث كويس وصديق كويس لما بيبقى في مزاج رايق. دكتور العلاج الطبيعي كان يجي ويسألني مزاج روي عامل ايه النهاردة، لان ده كان هيحدد مزاج أوضة اللبس كلها. كان مؤثر للدرجة دي في حياتنا اليومية، ايوه. ومع تناقضاته ومزاجه اللي مش مستقر ده، كان ممكن يكون شخص لطيف وكويس جدا وفي لحظة يقلب شخص تاني خالص. الصراحة بقى كونه مشي ده كان أفضل شيء حصل وقتها، لأن كتير من اللعيبة كانوا بيخافوا منه جدا، واللعيبة دي بقوا أحسن بكتير بعد ما مشي كين. لما روحنا فرنسا علشان نلعب قصاد ليل في باريس 2005 تحديدا، الملعب كله كان بيصفر علينا واحنا بنسخن قبل الماتش. وده حصل بسبب تصريحات كين قبل الماتش في مقابلته على قناة MUTV، قناة النادي. أوضة اللبس بقت أهدى بكتير بعد ما مشي كين. اللعيبة ما بقتش مضطرة إنها تسمع الانتقادات والكلام السخيف بتاع كين كل يوم. بعدها بكام سنة كنت رايح أنا وكارلوس نشوف ماتش سيلتيك ورينجرز، وقلت لكارلوس إن روي هيبقى نجم الماتش ده. لكن للأسف كين كان شبه تايه في الملعب. روي اللي كان بيتحكم في الماتش كله ما كانش موجود. بعد الماتش ما خلص رحت لكين واتكلمت معاه شوية، وقال لي انه حابب الاجواء هنا والتدريب وكل حاجة، والامور هديت بينا. بعد الماتش ده بشهرين تقريبا كنت في مكتبي لما دخل عليا واحد من افراد الطاقم التدريبي علشان يقول لي ان كين هنا وعايز يقابلني. اتفاجئت. دخل واول حاجة قالها انا بس عايز اعتذر عن تصرفاتي، وقعدنا وبدأ يتكلم تاني عن وقته في سيلتيك. لكني لما شفته في الماتش ده كنت متأكد انه مش هيطول هناك كتير. بدأت في التغيير قبل حتى ما كين يمشي. في حقيقة ثابتة في مانشستر يونايتد، وهي اننا دايما قادرين نعمل لعيبة كبيرة ونجوم. بعد ما كين مشي فليتشر كان بدأ ينضج وياخد خبرة اكتر، وجبنا بارك جي سونج للنادي، وجوني ايفنز كان بدأ يظهر. في العادي مش بتقدر لعيبة الفريق الأول تلاحظ التجديد اللي بيحصل حواليهم، لأنهم مش بيبقوا شايفين غير نفسهم وبس، ما عندهمش فكرة عن إيه بيحصل. لكن جيجز ونيفل وسكولز كانوا استثناء من ده، يمكن ريو وويس براون كمان. لكن الباقي ما كانش بيحسوا بأي حاجة، هما كانوا شايفين إن وظيفتهم اللعب وبس، وأنا كنت بشوف الأساس اللي بيتبني. وقتها ما كانتش مرحلة كويسة لينا بالنسبة للبطولات، لكن لما بتبقى في مرحلة تغيير لازم تتقبل الهدوء وتعرف ان التغيير ممكن ياخد اكتر من سنة. ما كنتش بطلب ابدا 3 أو 4 سنين علشان التغيير يتم، لانك هنا في مانشستر مستحيل يبقى عندك الوقت ده. فانت لازم تنجز حالك وتبقى شجاع اوقات، وتدي للاعيبة الشباب فرصة تختبرها. عمري ما كنت بخاف من ده ابدا. في سانت مارين وإبردين ومانشستر يونايتد أول ما كنا بنواجه وقت صعب أو وقت للتغيير، على طول كنت بدي الثقة في لعيبتنا الشباب. بالنسبة للصفقات وأهدافنا وقتها، كان كارلوس معجب بإندرسون في بورتو. في يوم كان مسافر ديفيد جيل سبورتينج علشان نجيب ناني، بعدها راح لبورتو وجاب إندرسون. تكلفتهم كانت عالية شوية بس مش مشكلة. كان عندنا وقتها عناصر كويسة في الدفاع مع فرديناند وفيديتش وإيفرا. الفريق كان تمام قوي في الدفاع. روني كان بيتطور. سيبنا صاها يمشي لأنه كان بيتصاب كتير زي ما قلت قبل كده. لعب هنريك لارسون معانا فترة وكان جدا جميل. بعد ما اتصالحت أنا وروي بدأت علاقتي معاه تنهار تاني، بعد ما قرأت واحد من تعليقاته في جورنال بأنه شال مانشستر يونايتد تماما من حياته، وقال إن كل اللي عمله هنا نسيه. لكن ازاي حد هينسى كل اللي قدمه كين هنا؟ الصحافة دايما كانوا شايفينه مدرب علشان شغفه في الفوز وطريقته في قيادة الفريق. دايما كانوا بيسألوني تفتكر كين هيبقى مدرب؟ لما بدأ مسيرته التدريبية كان واضح انه دايما محتاج للفلوس علشان يقدم نتائج. كان دايما بيدور على انه يشتري لعيبة. ما كنتش بحس ان روي عنده صبر علشان يبني فريق. في موسم 2011-2012 دخلنا حرب جديدة لما انتقد كين واحد من لعبتنا الشباب بعد ما خسرنا قصاد بازل وخرجنا من الأبطال. طلعت ورديت عليه. كين بقى ناقد تلفزيوني دلوقتي، لو بصيت عليه في آخر فترة ليه مع ساندرلاند ولا إبسويش تاون
هتلاحظ ان دقنه بتبيض اكتر وعينيه بتسود. يمكن هنلاقي اشخاص هتحب تعليقاته وآراءه في التلفزيون، ويفتكروا بقى انه ده عنده شجاعة ويقدر انه ينتقد ويواجه أليكس فيرجسون. ولما بقى ناقد تلفزيوني فعلا كنت متأكد انه هيركز مع اليونايتد. اما عن انتقاده للاعيبتنا الشباب، ما كانش يقدر يوجه انتقادات زي دي لواحد زي وين روني اللي ما كانش هيسكت له. اللعيبة الكبيرة كانوا هيوقفوه عند حده، لكن فليتشر وأوشيه كانوا الاتنين اللي كين دايما بيضايقهم. والجماهير كانت بتصفر لما لعبنا قصاد ليل بسبب كلام كين زي ما قلت لكم من شوية. في مقابلته مع ديفيد والش في ساندي تايمز قال اني مش بهتم غير لمصلحتي وبس، وفضل يشرح ويقول سبب انهيار علاقتنا من البداية، وجاب سيرة اهتمامي بسباقات الحصنة مؤخرا والمشكلة اللي حصلت على حصان روكوف جبليرتر. الموضوع المفروض كان اتقفل وكنا اتفقنا اننا مش هنتكلم في حاجة زي كده تاني، لكنه خلى بالاتفاق لما طلع وقعد يعيط ويصيح في الاعلام. روي ما اكتفاش بكل ده، لا ده كمان اتهم اليونايتد اننا كدبنا عليه واهناه قبل ما يمشي. فكر النادي بانه يرد عليه بالقضاء، لكني حسيت ان كين عايز يروح المحكمة، وقال انه مش هيتراجع عن اي حاجة قالها. كان عايز يأثر على الجماهير، كانوا لسه شايفينه بطل رغم كل تصرفاته. علشان كده قلت لديفيد يسحب الدعوة، حسيت اننا حافظنا على كرامتنا. بس كده دي كانت كل حاجة بالنسبة للفصل ده. الجزء اللي بعده ممكن يكون مش مهم قوي لمعظم الناس، بس ممكن اقول سريعا عن الافكار اللي ناقشها السير فيه. بدأ الفصل واتكلم عن هواياته التانية غير الكورة زي الخيول والقراءة، واتكلم حبة حلوين عن حزب العمال وانه كان بيدعمهم وكل حاجة لكن من بعيد. بعدها اتكلم عن كينيدي وحادثة اغتياله، وختم الفصل بموضوع الأخير بس طول فيه شوية، وهو عن حبه للحصنة والسباقات، واتكلم عن المشكلة اللي حصلت بسبب الحصان روكوف جوبليرتر. وفي الآخر اتكلم عن حياته الشخصية وحكى جزء عن طفولته قبل ما ينهي الفصل بشوية المشاكل الصحية اللي واجهها. وبس كده دي كانت كل حاجة بالنسبة للجزء ده عن الكتاب. أتمنى يكون عجبكم، طبعا دي أهم حاجة. الجزء اللي جاي عن فان نيستلروي. سلام.